بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم 80 بعد 100 من العدوان المستمر على قطاع غزة، وما تزال جهودنا وجهود أبنائنا والخيرين من ولاية تلمسان، هذه الولاية التي لم تتوقف في إسناد أبناء شعبنا من خلال هذه المشاريع وتوفير هذه اللحوم وهذه العجول وهذه اللحوم التي تعتبر الآن في محافظة الشمال لحوم نادرة جدا وتتجاوز سعر الكيلو الواحد $100 وأزود. اليوم استطاع متبرعون ومساهمون في بلدية سيدو ولاية تلمسان من توفير هذه العجول، فكل الشكر والتحية والتقدير إلى هؤلاء الرجال محسني بلدية سيدو ولاية تلمسان الذين أصروا إلا أن يشاركونا بإذن الله تعالى هذا الأجر وهذا الثواب في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان المبارك التي تتضاعف فيه الأجور وتتعاظم فيه الأجور. فكل التحية لكم إخواننا في هذه الولاية الطيبة، وندعوكم إلى المزيد في إسناد أبناء شعبنا ودعم صموده وتوجيه هذه التبرعات لهذه المحافظة. تعلم الجميع ويعلم الجميع بأن محافظة شمال غزة هي محافظة منكوبة، محافظة تعاني من الألم، تعاني من الشهداء، تعاني من الجوع، تعاني من الظمأ، تعاني من كل شيء. لذا كان هبة الرجال وأبناء الرجال من هذه البلدية بلدية سيدو ومن ولاية تلمسان من محسنيها ورجالها بإخراج هذه الأموال وهذه الزكوات وإطعام الناس في ظل هذه الأوقات الصعاب، ونقول لهم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس أبناء هذه الولاية في